متخيلين ان في فنانين لجأوا لجلسات صناعية عشان يسمروا بشرتهم وياخدوا التان؟ هوس الفنانين بالتان بقى في حتة تانية ومش متوقعة. ما بقاش البياض مقياس للجمال، زي تامر هجرس اللي يعتبر من اكتر الفنانين المهووسين بفكرة التان وبيحب شكله باللون البرونزي، مع انه في الاصل اشقر لدرجة انه بيسافر لندن مخصوص عشان يعمل جلسات تان باستخدام اجهزة معينة. ده غير انه بيدور كل شوية على احدث الكريمات والزيوت اللي يستخدمها عشان يستمر لون التان معاه لاخر السنة وما يبقاش مقتصر على موسم الصيف بس، لحد ما اكتشف كريم بقى بيحطه بعد 5 دقايق بيبقى اصفر، حتى بقى يستخدمه اثناء التصوير عشان تبان بشرته سمراء وفيها لون احمر هادي. وقال تامر: ما بحبش شكلي وانا ابيض، بحس اني عيان. وعلى فكره تامر مش الوحيد اللي بيلجأ للاجهزه عشان يبقى اسمر وياخد اللون البرونزي، سبقته الفنانه مايا دياب. بس مايا كان هواسها بالسمار اكبر منه بكتير، مش بس بتاخد جلسات اسمرار صناعيه اللي هي اسمها سولاريوم، لا هي اشترت الجهاز في البيت عندها وكانت بتاخد الجلسات كمان وهي حامل. عشان كده في فتره من الفترات اتهمها البعض بالتقصير في صاحب بنتها وان الاشعه دي اثرت عليها، ولكن هي نفت الخبر واكدت ان اشعه السولاريوم مش بتاذي وفيها فلتر. وهوس مايا ما وقفش لحد الجلسات الصناعيه وبس، دي كانت بتسيب لبنان في الشتاء وتسافر اي دوله افريقيه عشان تاخد التان. ومن المواقف المأساويه اللي ممكن تسمعوها عن علاقه النجوم بتان هي حكايه منى شلبي، لانها اتحرقت ومحدش كان قادر يتعرف على ملامحها. والحكايه بدات لما اتعرض عليها فيلم اسف على الازعاج، وكان مطلوب منها في الدور ده انها تكون بنت لونها برونزي وعامله تان، فاضطرت تسافر الغردقه يومين تقعد قدام البحر تاخد لون التان وبعدين ترجع تصور. واول ما قعدت على الشезлونج قدام البحر نامت من كتر تعب وقله النوم، لدرجه ان شمس هي اللي صحتها لما حرقت وشها وشمت ريحه شيل، وافتكرت ان الوضع طبيعي وحطت ماسك زبادي وخيار على وشها ونامت. بس المصيبه بقى لما صحيت لقت كل حته في وشها ورمه، فكلمت الاوتيل يجيب لها دكتور بسرعه. المفاجاه بقى ان الدكتور ما قدرش يتعرف على منى غير من صوتها وبس، وبلغها انه مصابه بحرق من الدرجه الثانيه. حتى في المطار وهي بتعمل بوردنج ما كانوش قادرين يتاكدوا انها منى شلبي، وفاكرين انها عامله عمليات تجميل ونفخه وشها. وقالت منى: مش عارفه ازاي شافوا اني عامله عمليه في وشي، ده كان تجميل قبيح. اما بقى ايه سماحه فهي من اكتر الفنانات اللي دايما البنات بيسالوها ازاي بتعملي بيرفكت تان ده في الصيف. الحقيقه ان طلع في وصفه سريه هي بتعملها كل صيف لانها بتحب اللون البرونز. وقالت انها بتجيب ميه البحر المالحه او بتجيب ملح الاكل العادي تدوبه في ميه وبترشه كل شويه على جسمها ووشها، حتى لو قاعده على البحر او على بول. ده اللي بيديها البيرفكت تان. بس السنه دي جلت منها حبتين لدرجه ان مناخيرها وعينيها اتحرقوا من كتر القعده قدام الشمس والسبراي. عشان كده حذرت البنات ما يستخدموش الوصفه لوقت طويل. وكمان ايه ما بتستغناش عن الاويل تان وبتحاول تشجع المنتج المحلي وتستخدم لوكال براندز. ما ينفعش يعدي صيف من غير ما تشوف تألق نجوم كتير زي حسن الرداد اللي دايما بينشر صوره قدام البحر وحفاظه على التمارين حتى قدام البحر، ده بيخلي ايمي تغير شويه عليه. كمان خالد سليم ما بيعديش صيف عليه غير وبيتألق بصور كتير باللون البرونزي، رغم ان الجمهور عارفه من بدايته بشرته القمحويه. ده غير اهتمام نجمات كتير تانيين بالتان الطبيعي من غير اي تدخلات، زي دنيا وايمي سمير غانم اللي كانوا ممكن يقعدوا بساعات قدام الشمس لحد ما يتحرقوا، لكن مؤخرا بقوا ينتبهوا ويهتموا ببشرتهم، خصوصا ان الوش يعتبر ركور. ما ينفعش لون البشره يتغير في نفس العام. لما نيجي نشوف الصيف عند منى فضالي هنلاقيه يعني شمس وبحر وبس، ما بتقومش من قدام البحر، لدرجه ان اي دريس بتلبسه بعد كده بيبقى باين اثار المايو على جسمها.